اما تعالى نشوف بقى حل الجزء البسيط في واجبنا. كان اسئله على البروبورشن، قاعده رقم 5 اللي ايكواليتي ريشيوز. x over 3 y over 4 z over 5 دول ايكوال. find the value، احسب الكلام ده. يبقى انا هحط الايه عندي الام الاول، الام، ونجهز الاكس بتساوي مين معاك 3m، والواي معانا 4m، والزد هيبقى عندنا ايكوال ايه 5m. 3m 4m 5m. يلا بقى عوض هناك كده، يعني 2y minus الزد over 3x minus 2y plus الزد بتساوي ال2 دي اهي رقم غريب، الواي احطها 4m في براكت كده صغنون اهي، الزد عندنا 5m، 3x، الاكس عندنا 3m، هيبقى الواي عندنا 4m. 2 باي 4m يبقى انت عندك 8m minus ال 5m. 3 باي 3m 9m minus 8m بلس هيبقى عندك 5m. هناخد الام الثابته بتاعتنا، 8 minus 5 ب 3. خد الام الثابته، امسك الاله، اعمل 9 minus 8 بلس 5 يطلع معاك ب 6 هنا. اشيل ام مع ام، في الاخر فاضل لي 3 على 6 يعني ايه ال هاف. طيب ابطال a over 2 equal b over c equal c over 4 equal كده. ده بيتكون هو ريشيو. عايز الاكس الاول دي اخليها معايا في الذاكره، 3x خليها في الذاكره معاك تكون. يلا ال2 رقم غريب، ال a تجيب بقيه الفراكشن بتاع ال2، ال b تجيب هيبقى عندك 3، ال5 رقم غريب تحافظ على الرقم الغريب تمام، الc تجيب مكانها ال4 بتكمل فراكشن تحتيها. بدي بآلة الحاسبة كده عادي تطلع ب 21. في الذاكرة كان 3x، يبقى 3x بتساوي 21 انزل ديفايدد، يبقى الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 7. اما هيبقى عندك نمبر 9 هنا x وy وz وال بروبورشنال، يبقى انا ريشيوز x على y ايكوال z على l، واقول ايكوال مين؟ الام. واجيب الاكس بتاعتنا اللي هي ايه y m، والزد هيبقى عندنا اللي هي ايه ال ام. اس بقى ليفت هاند سايد، انا بشيل اي اكس واي زد، يبقى الاكس دي هتمشي من ليفت هاند سايد. شوفوا كده y ماينس الاكس، الواي اهي، والاكس بتاعنا واي ام، الاكس واي ام، اخد الواي كومن، يفضل لي العلامه الاول حطها كده، لما اشيل واي من دي يفضل لها ام. دي بقى ال1، في ناس بتلخبط هنا في 1 ستاموني، خد بالك، عارفك يا ستاموني مهما الناس لموني. وتحت عندك هنا واي ام، هطير واي مع واي، في الاخر اجابتي 1 ماينس الام اوفر مين؟ اوفر ام. يا سيبها زحمه قوي، سيبها. تعال نروح بقى للرايت هاند سايد، احنا بنشيل اي اكس واي زد، يبقى نشيل دي ونشيل دي، يبقى هيبقى عندك ال بتاعتنا معرفهاش، الزد ال ام، الزد ال ام، اخد ال كومن ستاموني واشيل ال مع ال، في الاخر يبقى انا 1 ماينس الام اوفر ام. وبكده اقول له يبقى الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند ايه سايد. السؤال ده يبقى انت استفدت منه ان ال1 لما اطلع بالال ستاموني يبقى حافظ مكان. هيبقى A و B و C and D proportional، اثبت الكلام ده. يبقى انا هيبقى اعمل ايه؟ A over B C over D وادي equal M، وجاز الاب والاب، ال A بتساوي BM وال C بتساوي هيبقى عندك DM. طب الليفت هاند سايد بتاعنا هنشيل اي A واي C، يبقى نشيل دي ونشيل دي، وعشان ما نتكشفش نحط ال A براكت وادي الباور 2 من ال A عندنا BM. طيب ال C براكت باور 2 من ال C عندنا DM، وادي هيبقى ال B معانا براحتنا. والناس الشاطرة تنزل الباور هنا وهنا، يعني B باور 2 M باور 2 بلس D باور 2 M باور 2، وتحت معانا ابطال B باور 2 بلس ال A ال D باور 2. تمام كده؟ طيب
هناخد الكومن ام باور 2 بره، ولو قلت اشيل حاجه يبقى غلطان. خد الكومن الاول، يفضل لك بي باور 2 بلس الدي باور 2، وتحت معاك بي باور 2 بلس الدي باور 2. ده يمشي مع ده، يبقى انا في الاخر ايكوال ام اي باور 2. طب تعال بروح للرايت هاند سايد. اي اي واي سي بشيلها، يبقى اشيل الاي والسي، احط الاي بتاعتنا اللي هي بي ام والسي دي ام، وتحت ادي بي دي. عشان ده منطقي عادي شلت البي مع البي والدي مع الدي، في الاخر فاضل لي ام في ام باور 2. وبكده يا جماعه الرايت والليفت ايكوال بعض، اقول يبقى الليفت ايكوال ايه الرايت. برضه هيبقى عندي ده على المقدمه اللي فاتت ان الاي اوفر بي هتساوي سي اوفر دي ايكوالز ام، واجيب الاي بتاعتنا بي ام والسي هيبقى عندنا ايه دي ام. هات بقى عندك الليفت هاند سايد، ها اي اي واي سي عشان الاي عندنا بي ام والسي هيبقى عندك دي ام على بي دي ملتبلاي، يشيل بي مع بي ودي مع دي، يبقى انا في الاخر ايكوالز ام سكوير. طيب الرايت هاند سايد بتاعنا في عندي باور خارجي، اوعى 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 معانا، بشيل الاي والسي، يعني هيبقى عندك بي ام ماينس الدي ام، وادي بي ماينس الدي. يبقى انا هيبقى عندك اخد الام بره كده كومن، في الاخر فاضل لك الام ايه يا جماعه ام باور 2. وبكده هيبقى قلبي always in left hand side equal a right hand side. حبايبي ربنا يوفقنا. يبقى احنا كده النهارده نكون ركزنا قوي على البروبرتي رقم 5 اللي هي الريشيوز كلها ايكوال، احط الام واظبط الليفت ايكوال رايت باستخدام الاب بس. ابطال نذاكر، ربنا معانا، نحل كويس. واي حاجه معاك صعب عليك ابعت على الواتساب معانا، كلنا نرد عليك باذن الله، سواء انا والمساعدين معاك، واي حاجه معاك في المنصه فيها اي مشكله اعمل سكرين ريكورد كده بفيديو وتبعتها على الواتساب وارد عليك على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.